سنة 89 900 وألف سجلت أول حالة إصابة بداء السيدا بجهة الرباط سلازمور زعيرة، ومع تعاقب الأعوام ارتفع عدد المصابين ليبلغ العام الماضي 453 مصاب، أزيد من 60% منهم نساء. هي نسبيا أقل من أماكن أخرى بحال الرباط، بحال كازا، بحال مراكش، بحال كذا، وهذا كيرجع للواقيلا نسبة الوعي ديال المواطنين. والشريحه العمريه كتروح ما بين 17 سنه حتى ل 40 سنه، هذوما اللي كيتصابوا اكثر بالسيده. الجهه ديال الرباط سلازمور زعما هي قريبه من مجموعه ديال المنظمات اللي هي مهتمه بمحاربه السيده والامراض المنقوله جنسيا، وبالتالي مجموعه ديال لي زوبيطو، مجموعه ديال المؤسسات اللي هي مختصه في هذا المجال. الشيء اللي كيجعل الناس كيديروا دي بيستاج ديالهم، دونك الحالات ربما مشخصه اكثر من بعض المناطق الاخرى اللي هي بعيده ونائيه. المندوبية الجهوية للصحة تؤكد أن عدد الإصابات يمكن أن يشهد ارتفاعا إذا لم تكثف الجهود وينزل مخطط جهوي يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجهة. الهدف ديالو أولا صفر إصابة جديدة للفيروس بنقص المناعة، ثانيا صفر تميز وتنديد الناس اللي تحملوا هذا الفيروس، ثالثا صفر حالة وفاة. ولبلوغ هذه الأهداف بلورت المندوبية الجهوية للصحة بالتنسيق مع فاعلين جمعويين برنامج عمل يتضمن العديد من الآليات. يتعين القيام بالكثير من حملات التشخيص والتتبع وتحسيس النساء الحوامل بضرورة إجراء التشخيص حتى لا يصاب المزيد من الأطفال بالمرض، بالإضافة إلى تعبئة جميع القطاعات والجمعيات وتوفير وسائل العمل للجمعيات المحلية. المخطط الجهوي يتضمن أيضا حملات تحسيس ستشمل الناشئة وجميع مكونات المجتمع، وستنظم بالمدارس والمساجد والفضاءات العمومية.